وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الهال ليمي لولا لم تريك دمعا على طاللين ولا أريكت لذكر الباني والعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطايا عبرة وضنان مثل البهار على خديك والعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأركني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لائمي في الهوى العذري معذرة إني إليك ولو أنصاف فلم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عذتك حالي لا سري بمستتر عن العشاد ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بما حدني نصح لكن لست أسمع إن المحب عن العذال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني تمت نصيحة
الشايب في عذلي والشايب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعضت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم براسي غير متشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوجره كتبت سيرا بدالي منه بالكتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماه الخيل باللجم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النائم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمل شاب على حب الرضاع وإن تفتيم يا فاطمي مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاصرف هواه وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واشد سائس من جوع ومن شبع فرب محبصات شر من التخم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي وخالف النفس والشيطان واسيما وإنهما ما حظك النزح فاتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل سيدنا أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والأروح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف قطبان والأروح الحبيب علي بن محمد الحبسي والأروح الحبيب عبد الله بن محسن العطاس والأروح الحبيب علي بن سقاف السقاف والأروح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والأروح الحبيب صالح بن مكسن الحامد والأروح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والأروح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والأروح الحبيب محمد بن حسين بعبود والأروح الحبيب علي محمد بعبود والأروح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جدة والأروح الحبيب علي بن جعفر علي دروس بطوفات والأروح الحبيب أبو بكر بن أحمد بن عقيل والأروح الحبيب محمد بن عبد القادر الحبسي والأروح الحبيب أحمد بن سالم علي دروس والأروح الحبيب علوي بن سالم علي دروس والأروح سيد محمد المالكي والأروح سيد عباس بن علوي المالكي والأروح سيد يوسف بن إسماعيل النبحاني والأروح جعفر بن سنة السقاف علوي بن سقاف السقاف القادر بن سنة السقاف سندور أبي حسن محمد بحر سندور أبي محمد بن محمد بن أحمد آمين أولياء الصالحين سندور أبي بدرس بن سالم الجفري رسول مهنو جميع الوالدين لكم جميع سندور صاحب بالله عبد الله حامد بن عمر ولي الله ورسولهم وبروهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا بك رد الخيرات لمن نواه ولمن نوى أصفالنا وجدنا ورجلنا شيوخنا لمن نوى الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري من نوى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت من نوى الحبيب عمر بن محمد بن عبد من نوى الحبيب أبو بكر محمد السقاف من نوى ثلاثة دعاء كي عبد الرحمن أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى صحبه وسلم. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بأسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلال الخيرات ونسألك ونتواصى بأوليائك.
Mari kita doa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استغنى منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأعمال ونيات واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأعمال ونيات واعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hari baca Rabbi Syrah li Sadri 10 kali sambil tangan kanan nyekel dada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله أسماء الحسنى فادعوا بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله، الرحيم جل جلاله، الملك جل جلاله، القدوس جل جلاله، السلام جل جلاله، المؤمن جل جلاله، المهيمن جل جلاله، العزيز جل جلاله، الجبار جل جلاله، المتكبر جل جلاله، الخالق جل جلاله، البارع جل جلاله، المصور جل جلاله، الغفار جل جلاله، القهار جل جلاله، الوهاب جل جلاله، الرزاق جل جلاله، الفتاه جل جلاله، العليم جل جلاله، القابض جل جلاله، الباسط جل جلاله، الخافض جل جلاله، الرافع جل جلاله، المعز جل جلاله، المنزل جل جلاله، السميع جل جلاله، البصير جل جلاله، الحكم جل جلاله، العدل جل جلاله جل جلاله، الخبير جل جلاله، العليم جل جلاله، العظيم جل جلاله، الغفور جل جلاله، الشكور جل جلاله، العلي جل جلاله، الكبير جل جلاله، العبيد جل جلاله، المقيت جل جلاله، العزيز جل جلاله، الجليل جل جلاله، الكريم جل جلاله، الرقيب جل جلاله، المجيب جل جلاله، الواسع جل جلاله، الحكيم جل جلاله، الودود جل جلاله، المجيد جل جلاله، الباعث جل جلاله، الشهيد جل جلاله، الحق جل جلاله، الوكيل جل جلاله، الغوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الوالي جل جلاله، الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدع جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله، الحي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الواجد الماجد جل جلاله، الواحد جل جلاله، الأحد جل جلاله، الصمد جل جلاله، القادر جل جلاله، المقدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله، الآخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المعطي جل جلاله، المعطي جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد سيدنا
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على اسمه سيدنا طه، سيدنا ياسين، سيدنا طاهر، سيدنا مطهر، سيدنا طيب، سيدنا الرسول، سيدنا النبي، سيدنا الرسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على من اسمه سيدنا جام، سيدنا مكف، سيدنا الرسول الملاهي، سيدنا الرسول الرها، سيدنا كامل، سيدنا عكليل، سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا شفيع الله، سيدنا نجيب الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسول، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجيد، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا توبة، سيدنا عريس عليكم، سيدنا معلوم، سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شهيد، سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نادر، سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح، سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا ناجح، سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفيظ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا أمين، سيدنا معمود، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين، سيدنا مبين، سيدنا معمر، سيدنا وصول، سيدنا ذو القوة، سيدنا ذو الحرمة، سيدنا ذو المكان، سيدنا ذو العرش، سيدنا ذو الفضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا كرم الصدق، سيدنا الرحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا قياس، سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عدي الله، سيدنا عروة الوسطى، سيدنا صراط الله، سيدنا الصراط المستقيم، سيدنا ذكر الله، سيدنا شيخ الله، سيدنا حزب الله، سيدنا النجم الشاكب، سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا متقى، سيدنا مؤمن، سيدنا مختار، سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو قاسم، سيدنا أبو طاهر، سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا الشفيع، سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا محمد، سيدنا الصادق، سيدنا المصدق، سيدنا الصدق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا قائد الوزد، سيدنا خليل الرحمة، سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل، سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مكاف،
سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا شافي سيدنا واسع سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة سيدنا علام الإيمان سيدنا علام اليقين سيدنا دلال الخيرات سيدنا مصيب الحسنات سيدنا مقيم العثرات سيدنا مصروف العجلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص العزل سيدنا مخصوص المجد سيدنا مخصوص الشرف سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الشيب سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإنزال سيدنا صاحب الخج صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب العزة سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا مخزي اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا الرؤوف الرحيم سيدنا ذو الخير سيدنا صاحب الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيد الكونين سيدنا عين النعيم سيدنا عين النور سيدنا سعد الله سيدنا سيد الخلق سيدنا حبيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا ناس الكراب سيدنا رؤوف الرطاب سيدنا عجل الأعراب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رب جاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعمتنا على سنتي والجماعة وشوقا إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتي. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة في شوقا وتعظيما لقدره وكوني أهل ذلك فتقبلها مني فضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على الشرف الذي أوليته وعزا على عز الذي أتيته ونورا على نور الذي منه خلقته وعلى المقام بمقامة المرسلين ودرجة بدرجة النبيين. ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية دائمة الموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة شهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya diwaca sesuai hari ini masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu sing ndak iso maca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sampai marini pembacaan sholawat.
suarane ditokno. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جزء الانسات وعلى قبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تصلي عليه وعلى آله عدد ما سجدت وقدر وسجد العظمى من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقت من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد سنة جارية. أن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح إذا الرياح من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد محبة الرياح عليه وكرمته بأوضاعه وأشجار وأورد النسير وأفضل عدد ما خلقت وأقرد وبين سماوات من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد وجه بهارك في يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد رمي وعصا وكل جبار نمد خلقه بمشارق الأرض ومغاربها سلسلة وجبالها وأدبرها من يوم خلق الدنيا ليوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد نبعات الأرض في قبلتك وجوافها وشوكها وأرزك وسالها وجبالها من شجر وشماتها وفوتين وجم خزين وما يخرج منها من نبعتها وبركاتهم يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من إنس والجين وشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شهادة آباداتهم وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا ليوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاتهم والخاسر من يوم خلق الدنيا ليوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد طيار الجن طيران الجن وخلفا من الجن يوم خلق الدنيا يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي وعلى آله عدد كل بهيمة خلقت له دين وسكر وكم في المشارق الأرض إلى مغارب يميمة واليم مما لا يعلم علمه إلا أنت يوم خلق الدنيا ليوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه ليوم خلق الدنيا ليوم القيامة 1000 مرة. أن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء وأمواتي وعدد ما خلقت من الخيار وزرع ونخل وعسر. أن تصلي عليه وعلى آله في ليلي في يغشى ونهاري وتجعل أن تصلي عليه وعلى الأخير الأول. أن تصلي عليه وعلى آله كان في مخية إلى أن صار كهلا ومهديا وقبضنا إليك عدل مرضي بتبلغ شفيئا خفيا. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسي وزنة عرسي ومداد كلماتك. أن تؤتيه وسيلة الفضيلة ودرجة الرافية المقصود مقام محمود عزة المهدودة. أن تعظم برهانه وأن تشرفه يعني أن ترفع مكان أن تسلين يا مولانا بسنة أن تميتنا على ملة أن تنشرنا في زمرة وطهر أن تسجعنا
وكم أن تؤتيها وأن تشفين بكثير وأن تصون علينا أن تعافينا من جميع البلاء والبلاء والفتنة ما ظهر منها وما بطن، أن ترحمنا أن تغفر لنا ونغفر لنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين وهو حسبي نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحممت الموائم وشرحت المهائم. سيدنا محمد مشرت الحمائم وحملت الموائم وشرحت البهائم ونفت النعمة وشرت الغمائم ونحن النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أبليس ما أبلج وهبت الرياح ونبت الأشجار وتعاقب القوة الورد المقدم والسباق وشرة النجرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما درجة الأنفاس ودرجة الأخلاق وسرة الأمراض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما طلعت وتصل وما صمت الخمس وتلف القرآن وتصل وفوق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السماوات والأرض من عدد الموجودات ومن السن وصفات. اللهم كما قام بعباد ورسالة ونفس الخلق من جماعة وجن على الرب صلاة الله وجل وسلم وعرض. اللهم سرة وبلك مفلون وآية وسيلة الفضيلة ودرجة الرفيعة وبعد مقام مود التي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من متعبئين الشرف والمخصوص للمخبر المقتدين والسرار وتوفنا سنتي ولا تحرمنا فضلا شفاعة وانصرنا في نبعته العز مخلصين والشهيدين والسابقين وحسن الجميع يميني يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ملائكة مقربين ونبيك مرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا في صلاة عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهمة الأبرار المصروف وزنة وشفيع أهل الذنوب في مردتك القيام. اللهم عبلك أن سيدنا وشفيعنا وبك أفضل الصلاة تسليما وهو بعث مقام كريم وذي ورسيلة درجة الرفيع التي وصل اللهم عليه صلاة دائمة متضلة تتولى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لها البريع وذرة شريك ومحمد غريق ونحن وريق وصل عليه وعلى آله ملة اللون والفضاء مثل النجوم سماء وعدد بدر الحسن. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعود ولا تنشى. اللهم صل عليه زينة عرشك وملك رضاك وبداية كلماتك منتهى رحمته. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وباركت عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازئنا ما أفضل ما جزيت نبينا عن أمته واجعلنا من المهتدين مما تشرب وادنا بالدنيا وتوفنا على ميلاد وانصرنا اليوم خلف أكرم الأمين وسرة وعمزي على حبه وحسن علي وأصحاب سرته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك أكرم الأصفيائك وإمام أوليائك
وختم الأنبيائك وحبيبي رب العالمين وشهيد المرسلين وسفي المذنبين سيدنا وأولاد العالم أجمعين المرفوع ذكري في ملائكة المقربين البشير النظير السراج المنير الصادق الأمين الحق الأمين والمصدق الرحيم الحادي إلى صراط المستقيم الذي أتينا سبعا من مساني وقرة العظيم ونبي وطور وعادي أمتي أول مدرسة أمتي ويهب الجنة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشرين في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم صل على الملائكة المقربين الذين يسبحون ليلا ونهارا يفطرون ولا ينصرون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون اللهم كما اصطفيتهم في سفر إلى رسولك أمنا على هيك وشهادك على خلقك وخلقت كل ما كنا فخبة وأتنا وعلى ما كانوا لك وخرج منها ورسل جبر محمد عرشك وجعلت بها كرم وجر وفضل واسكن سومات الأرض وطرفهم أسيرا درجة وكسر من الأجوال استقرا بها اللهم صل على جميع أنبيائك ورسولك الذي شفعت نذرك وشهدت نعمتك وسنوك من نعمتك يا أرحم الراحمين وجبارك الكريم صاحب سيدنا جبريل وسيدنا سليمان وسلم في العالمين شافي المذنبين وأويات الكمال سيدنا صلى الله عليه وسلم مصطفى سيدنا جبريل صلاة دائمة المسلمين صلى الله عليه وسلم صلاة النجم والجنوب والشراب والجنس والشراب وصلى الله عليه وعلى آله أجمعين وصلاة عليه موجود شيوخ ومدن من لاتين الفرس وأعزيك من وصول المسيرة وصلاة المكرم وأقلم وهممات وخرجت الكلام وأوفى زماما وأسفر الغمام وسلم تسليما اللهم كما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله دعوة الأنبياء صلاة تكون صلاة جبريل صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وصلاة النبيين بروحه والقدوم صلى الله عليه وسلم أفضل ما طاب منهم رجال وسمرة نسر وصلاة بنور حبيبك الأكمل وتسير الأذن اللهم صل وسلم كما صلى الله وسلم على رسول وسلم اللهم صل على آله وأصحابه الذين هاجروا نسكن وسلم صلاة دائمة مسلم اللهم نسلم اللهم صل على سيدنا محمد عليه طيبين الكرام صلاة المصحوب دائمة مسلم وسلم من جلال الإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلال وشمس النبوة والرسالة والحادي إلى الضلالة ومكتب الجنة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة انتصال وتواصل متعاقبة لتعاقب الأيام والليالي Layus mari dibuka halaman 142 dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam. Allahumma salli ala nuri dhalam. Allahumma salli ala miftah daris salam. اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام
اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على سفيف جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع جميع الأنام يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل الكعالم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكنت من شر الحياة ومن شر الممات من إراك جسماني وكن إياي الذي ما بعده فلس وكوفك عاكي من أكلام السجان تحية الصمت المولى ورحمته نغدة الأرقى في أورك الأغصان عليك يا أروة الأسقى ويا سند الأوفى ومن مده روحي وريحاني. الفاتحة بأبي الله سليمان الجزولي جميع الوالدين ولكم جميع المسلمين أهلنا الله درجات الهذه هنية ولكل صلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian sing sadurunge sebelumnya dari kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad radhiyallahu anhu nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sairus salihin. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad membahas masalah akidah. Keterangan kemarin masalah akidah, kesimpulan dari keterangan kemarin hati-hati masalah akidah. Terus jangan gampang mengikuti orang sembarangan.
sudah diterangkan panjang lebar, ikutilah orang yang istiqamah yang diterangkan seperti pada pertemuan kemarin-kemarinnya. Ojo gampang percaya nyang wong sing macem-macem, ojo percaya nyang wong sing iso ngawang, ojo percaya nyang wong sing iso ngakekno dhuwit. Lebih-lebih saiki lagi rame di Indonesia masalah hal-hal itu. Akidah harus dijaga, harus ditahsin, tahsin wa tahsin. Tahsin diperbagus, tahsin pakai shot harus dijaga. Seperti keterangan-keterangan yang telah diterangkan kemarin. Mengikuti as-sawadil a'zam. Sawadil a'zam golongan sing akeh kaya apa, akidah wong iku dianjurkan mengikuti yang itu. Terus dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wala tatawaggal fi ilmil kalam wala tukthir minal khud fihi limujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah fa innaka la tadhfar bihadzal matlub min hadzal ilm. Wala tatawaggal, jarane Habib Abdul Haddad, akidah itu penting dijaga, tapi sampean ojo ndak usah sok-sokan mendalami ilmu tauhid. Akidah itu penting, tapi dianjurkan juga oleh salafus soleh. Salafus soleh ini diantaranya tidak senang belajar ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu tauhid terlalu jero. Terlalu jero ndak usah. Ilmu tauhid ini ngerti apa sampean niku syahadat dan perinciannya, ngerti apa masalah keimanan dan perinciannya cukup. Wala tukthir minal khud, lan ojo ngakekno sira minal khud, nyelemi ilmu tauhid. Tujuannya limujarrad talabut tahqiq fil ma'rifah. Kalau tujuannya hanya untuk sampean itu tahqiq, mengokohkan gimana saya itu harus ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak usah jero-jero. Kenapa? Fa innaka la tazfar bihadzal matlub min hadzal ilm. Karena siapapun kamu tidak akan lolos, tidak akan sukses, tidak akan selamat, tidak akan beruntung kalau tujuanmu hanya untuk belajar ilmu tauhid terus diperdalam. Tak usah. Karena ilmu tauhid itu para hadirin banyak ilmu nagli. Yang diterangkan di dalam ilmu tauhid itu banyak ilmu nagli dan ilmu agli. Apa ilmu agli? Kita diajak berpikir. Ngene dikai ayat Al-Qur'an, dikai hadis, koyo ngono. Lek sampean ndak nyantol akhirnya pikirane ngawur, akhirnya ngawur ngerteni pangeran. Kok iso? Iblis itu kan diciptakno teko api, lha opo disiksa di neraka iku lha opo? Kan padha genine. Kan ndak ono gunane. Banyu disiram banyu, apa dadine? Nah. Akhirnya gitu nanti mikirnya sampean. Kok bisa? Iblis itu tujuannya disiksa di neraka apa? Kan diciptakan dari api, neraka isinya api. Kalau tidak guna, nah, jangan apa tidak guna nah jong. Mentak pertaje maju situng sampean tapok kabeh kok ceples. Sampean tak tapuk ambek aku, tanganku iki apa jobone iki? Kolek apa besi? Kolek. Pepene sampean kolek apa besi? Kolek. Tepake tapok, sakit apa nje? Sakit. Padahal temo kolek, mak sakit. Nah, padha mek ngono. Iblis disiksa di neraka. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah apa, kekuasaan Allahnya yang membuat dia itu tersiksa nanti. Ada orang masuk neraka tidak merasakan panas loh. Ono wong di neraka tidak ngerasa panas, adem. Sampai diseret kata ditokno neraka, ndak aku di neraka, wis ndek kene wis enak aku. Engko aku akhirnya masuk surga, nggenku ndak jelas, dan di aku ndek kene wis enak, merasa enak di neraka. Kenapa? Karena dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempatnya, kalau di situ diridhoi sampean dan tahu sampean kalau ridhonya Allah datang kepada sampean nikmat, enak.
Laupo sampean ado-ado nyang hol Solo iku laupo? Jo ngajo nyelengin, apa? Tak tahu, resem ate debak disak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Nyaman kate. Barokana raja ke hati. Iktikad kita disetrum oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita disetrum gara-gara sampai merasakan sesuatu yang kaitannya sama iman, ndak tahu itu namanya capek, ndak ono. Sampai yang di ijo ngajo yang kono lah apa tujuannya, ndak ono. Pengen ketemu fulan, pengen hadir hole Syekh Abu Bakar bin Salim yang Jakarta. Padahal yang ndak iso salaman bi Habib Umar, ndak iso salaman bi para habaib untuk Hadramut. Tapi sampai ngerasa apa? Ono uang sing duwe cedek nyang pangeran ndek ngono. Walaupun sampai ndak iso cedek nemen, tapi sampai kumpul ambek uang sing duwe kedekatan yang istimewa dengan Allah, lain rasanya. Iman tersetrum. Nah, seperti itu. Karena keimanan itu kuat, akhirnya ketika orang tadi ada di neraka, hatinya, imannya yang ditarik oleh Allah, walaupun di neraka diridhoi, adem. Wis ndek kene nikmat aku. Daripada saya ke surga, nanti saya tidak tahu tempat saya di surga dek pinggir, apa dek kotae, apa aku iku oleh apartemen, apa tuh oleh omah gede karo. Di neraka wis walaupun panas, walaupun kayak gini tidak apa-apa. Ada yang seperti itu nanti di neraka. Kalau sampai dikasih pilihan, masuk neraka dapat ridhonya Allah sama masuk surga tidak diridhoi oleh Allah, milih mana sampai? Ayo. Mau beri pilihan sampai lebu neraka ridhoin bi Allah, lebu surga tapi Allah tak ridho, milih kemah? Milih kemah yuk? Milih demah? Mun saya terlalu tahu jawaban entar ke Roma cabis nyambi gula 5 kilo, minyak 5 kilo, beras 5 kilo, nyambi marjan 2 botol, belena be kok iki sampe. Walakin in aradta at-tahaqquq fil ma'rifah fa 'alaika bisuluk tariqihi wa hiya iltizamut taqwa zahiran wa batina. Kalau kamu katanya ini sekelas Habib Abdul Haddad ya ngasih pelajaran sama kita, Habib Abdul Haddad tidak usah diragukan lagi. Kon lek sok-sokan kate ya ma iya kate aku iki pengin makrifat nemennya Allah, ya apa carane? Orang dia mantra makrifat sara ke pangeran, mantra fi mesufi ya, tak usah terakat pas fi mesufi entar ke gua nuku tasbih. Tak ngakan Pak Polo are kecuali apa nyambi gedeng Pak Polo biki, tak usah. Pas beda gua, bojang, lebih afdol kamu walaupun tidak terakat sholat di masjid berjamaah. Lebih afdol kamu di rumahnya walaupun tidak wiritan, tidak apa, kamu sholat sama istrinya. Menjadi sufi rek kudu atapah, beda gua, tak ngakan, seare semalam basah. Maca birit, ngakan gedeng, aduh demak ayu. Entar ke gunung ria, abiriton, bener gunung, aduh, cek melarat agama ria. Allah Subhanahu wa taala itu ngomong di Al-Qur'an, wa'budillaha wa kun minasyakirin. Wa'budillah, lek kon kata nyembah nyang pangeran. Mari nih, wa kun minasyakirin. Mari ngono syukuro, senengo. Ya apa kon ku sekirane mari ibadah seneng, ojo kon ki mari ibadah melarat, poso maneh ndak. Makanya Nabi ku ngekei syariat lek poso sampean kudu takjil. Apa itu takjil? Takjil itu artinya cepet-cepet buka. Cepet-cepet lah berbuka kalau sampai itu sudah tahu masuk waktu maghrib. Apa? Cek seneng. Takjil ku duduk panganan, Pak. Dulian abukah mon langer teh yakin bektona maghrib dateng. Apa bayi? Apa? Wa'budillah. Ibadah yang pangeran sekarapmu wa kun minasyakirin. Tapi marine ya apa sekirane sampean seneng. Makanya ketika sampean punya fulus andik PC jo ngajo entara umroh tapi sampean ninggal lagi binena anak ibu bode bungko melarat selama sampean misalkan umroh 25 hari mereka makannya pas-pasan di rumahnya dosa sampean berangkat umroh. Jeung aja lebih mau jeria enak kain gena berangkat umroh tidak apa-apa.
Ada amalan itu para hadirin, amalan yang semestinya diridhoi oleh Allah tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sampean berangkat umroh, haji. Wong tuane anake ditinggal kelaparan, dikei sangu mek 1 juta, ditinggal 2 bulan haji misalnya. Tak cukup misalnya. Sik durung saben bengi ngwiritin sampean, abiritin sampean mare selamat, tak cukup misalnya. Atau di tempatnya sampean ada fuqara masakin yang butuh, sampean jeung aja berangkat umroh, lebih afdal bagi kejuah. Bede masjid rosak, lebih afdal sumbang ke masjid. Ridhona Allah lebih raja. Ada apa sampean jeung aja saben bulan umroh? Saya tuh senang kalau umroh itu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Lo ini loh, ada orang sakit butuh, tidak punya biaya, tidak kamu bantu. Apa? Nah, itu hati-hati. Jadi itu seperti itu. Apa katanya? Kalau kamu pengen tahaguk, pengen mentahgik kuang-kuan yang ke orang semakrifat ke Allah, semak ke Allah, yakin sudah. Sufi dalam ajaran satu caranya, katanya Habib Abdul Haddad apa? Fa'alaika sampean koduh bisuluki torigihi, harus lewat jalannya. Nabi itu dekat kepada Allah. Mbah Hamid, Sunan Fulan. Ndak ono ceritanya Sunan Kalijogo atau apa pinggir sungai Pak dadi beli nang pangeran. Lima beda. Ya itu sudah opini-opini yang sudah terlalu menyebar. Para sunan itu, para hadirin semuanya saya sangat kasak mimbani Alawi. Nasabnya sambung kepada Sayyidina Husain. Nasabnya itu. Tadi saya ikut ngaji kepada Habib Taufik, diterangkan sama Habib Taufik. Dindi sunan dia apa artinya? Sunan dia kanjeng Sunan Ampel, selambe ngetuain Yampel. Bener pola pas nyama agi Sunan Kalijogo, berarti pola nak mare aja ge songai bener. Yang bukan Bani Alawi itu yang bener Habib Dzurriya itu Sunan Demak. Sunan Demak itu bukan katanya. Mun sesangane kebeli kabeh. Dzurriya kabeh. Dulu di mau cerita Sunan Muria atau apa Gunung Muria masa dibeli dari Demak atau mau olar atau mau coba. Ya mon gara-gara atau mau coba dibeli sampeannya gak paling beli berapa kali atau maaf sampean ya. Apa katanya? Alaika bisuluki torigihi. Kamu pengen jadi orang yang makrifat, sufi banget sudah. Apa? Lewat jalannya. Apa jalannya? Wahia iltizamu at-taqwa zahiran wa batina. Takwa. Tempuh cekelono jalan takwa iki nurut nyang pangeran, menjauhi larangannya zahir batin. Ojo lek zuhur sampean berjamaah yang gini. Mulai berjamaah ngerasane wong mbek bojone di omah, percuma. Yo mak iya lama bekto, sepuh sedurung sepuh lah pada masjid, nyetel lagi roat. Keluar dari masjid ntar keburu ngasan rasan orang tadi benyan, percuma. Zahir batin. Ketika kamu membawa dirimu sujud kepada Allah, di luar kamu harus sujud juga kepada Allah di luar sholat. Apa sujud? Hormat ke pangeran. Dalam hormat ke pangeran ria. Pangeran dia tak senang perkara secoba cek lakonan perkara secoba. Bu ibu dia hadir muslimatan, hadir pengajian, ke sana sini numpak pickup ke sana sini pengajian bunyai fulan, Habib saya solawatan. Mulai dari solawatan sana orang yang pickup. Aduh kok gelok 7 orang bongkong rajo sergisir terus kok selak 7 jan. Loh. Percuma, Bu. Enggak yuk. Ngaji entar desa entar hol Solo telo arek nyambi kelambi celok kebi mulai dari Solo manjuk sanrasan orang engkok tahun bori nyaman tedung tahun setia aduh ya Allah engkok apa long bi orang adin ladin ada lemah Habib Anis bodoh orangnya telo arek tak gunting kelambi tak gunting sekali celokan dan remah eman barokahnya itu jangan dikurangi lho iku Pak zahir batin takwa. Oh salam Muhammad. Makanya pentingnya ngaji ini pentingnya ngaji. Ojo yo iyo ziarah nyang Ki Hamid malam Jumat manes. Malam Jumat manes ziarah. Jumatan mulai lagu bojong Jumat sing main abid gelu, sing main khutbah loncong gelu, langok merongok. Lah percuma. Ziarah Ki Hamid. Ya Ki Hamid ini apa sunnah ini salat wajib. Sampean bojong merongok tak sah, sampean bojong merongok tak terima.
Tak depak bojone sampean terus dia remah. Itu kita salah kaprah, dianggap biasa. Allah, itu sudah sampean pengen jadi orang yang tahagguk fil ma'rifah billah. Pengen dicatat orang yang ma'rifah billah ongkuan, semak ongku ke pangeran. Ini jalannya apa? Lazim. Lakonono, tempuh, ndak usah belok-belok, taat, takwa, zahir batin. Ya apa? Ndak bisa langsung, ndak bisa. Jangan aja dak remah sekira nanggok ria mare bojong keluar. Ruhaniyahnya sholat ini ndak hilang. Dak remah tak san-rasan orang. Makanya Nabi ngocak ngajar lagi, tang umat, kalau kamu itu ndak bisa jadi orang, tang umat, kalau kamu itu pengen jadi orang yang imannya sempurna, falyagul khaira, ngomong sing api, lek ndak iso ngomong api, aulia smut menengo, colok re bahaya, mare norok darusan Al-Quran, mare norok solawatan, keluar san-rasan orang, elang kebi. Orang sanrasan satu kalimat, saya sering sebutkan. Sak kalimat sampean ngomong keeleane wong. Sak kalimat tok yo, sak kalimat. Iku iso ngurangi 60 tahun ibadahnya sampean. Iya mun sampean sebenarnya sholawat 1.000. Iya mun sampean sebenarnya sedekah 1.000 misalnya. Ya apa? Sak kalimat misalnya ana wong lewat. Celeng ngono tok, sak kalimat celeng ngono tok. Iku dikurangi 60 tahun. Lu sampean ya apa? Menutupi kekosongan pahala 60 tahun ya apa carane? Lek ndak ero carane ya pakku sampean. Ya men sekalimat. Aduh, reng di marwah. Celeng. Lha berapa kalimat? Aduh, reng di mah, du situng, dua, ruah, telok, celeng, pampak. Pampak kali sebidak berapa? 240 tahun. Umur kakek berapa? Sebiduk telok, iya mau nerima kebi sebiduk telok tahun full ibadah. Nah, makanya hati-hati, ya, zahir batin. Ya apa batin? Ya batin urusan hati, cok ngerasani. Gak iso langsung kertek api terus hati gak iso, dilatih. Engkau tanya ke sampean, beda sampean saya lahir lambat langsung bisa ngakan cukup aja, beda yuk. Langsung tahu saya kemana PC 1.000 kemana saya kata ibu tahu. Tidak, dari mana belajar. Anak bayi ada yang langsung bisa makan bubur, tidak bisa. Pertama beri gedeng apa raja jadi ya, tapaklah raja umur situng kelas situng 2 telok SD 5 SD lebihnya bedukah. Dilatih, semua itu kalau dilatih apa saja pasti bisa. Karena kita itu manusia, bener malaikat. Benih setan, benih beto, benih mbi, benih hewan. Jadi seperti itu. Wa tadabburil ayat wal akhbar. Caranya lagi, kalau sampean pengen jadi orang yang ma'rifah billah, tahagguk, akidahnya sampean kuat, imannya sampean kuat, tauhidnya kuat. Apa tadi? Tadabburil ayat wal akhbar. Banyak merenungi kebesarannya Allah. Banyak mendengarkan cerita-cerita yang membawa kita tambah kuat tauhid kepada Allah. Ini masalah ilmu ini ya, masalah ilmu. Makanya penting ngaji kok ojo beli, ojo sembarang ngaji. Mun kakek ngaji kun karo beli kakak beri ngakak tok. Tak oleh apa tambah jauh. Tambah jauh. Sekarang lebih zaman akhir ini Pak, tambah rosak. Yang tadinya kita itu semestinya di majelis zikir dibawa tambah kuat kepada Allah, tambah jauh. Majelis zikir isinya maksiat. Maksiat ya apa? Yo ceritane elek, diajak guyu, pembahasannya guyu, wis ado teko ilmu, ado teko akhlake Kanjeng Nabi. Ado teko akhlake salafun saleh. Orang lembek kula ndi mbah muannar ya. Lembek mau ngaji ke Ki Ahmad pacar keling jalan sokoh. Apa yang menarik kekuatan seperti itu? Orang-orang kuno jalan melaku sikil yang besuk, melaku sikil yang kayak Ahmad Jufri, lan akeh duduk wong siji. Rombongan biyen niku jare lek ngaji lewat sawah, sing gak ono dalan embong iki lewat sawah jare. Sornya losor sampai tembus ke besuk, tembus ke pacar keling. Apa yang narik mereka itu? Apa? Sehingga mendorong mereka tuh rela jalan segitu jauh itu apa? Jalan kaki loh. Bener yang lambatnya mau jalan, bener abek tok nyambi apa? Atas ruah.
Atas saya rokok, seria, kelong cangklong. Sekarang sepeda motor tinggal greng jreng. Tak usah jauh, 20 meter, 30 meter, 50 meter, tapi males saya ngaji ya. Apa yang menarik mereka itu? Ayo, apa? Coba sampean pikir. Apa? Keimanan. Zamannya mereka itu masih bagus. Saya kita baru rusak zaman itu, Pak. Mungkin dulu itu hal-hal rusak itu ditemukan di pasar, tempatnya orkes, tempat apa. Sekarang itu di tempatnya zikir loh. Sudah masuk alat-alatnya setan itu untuk merusak orang. Sholawatnya digawe koplo. Sing ikine diisi ngakak, bait-baitnya diisi hai gadis kerudung biru. Aduh, semacamnya itu. Siapa bapakmu? Ya Allah. Menurut Robi ini lah entarin bungkuran assalamualaikum Pak, anaknya kalah, Pak, mentah lah ya mulai nyari lain dia. Dan lain semacamnya rusak. Wong biyen apa sholawatnya? Salatullah, salamullah, ulang tawassalna. Ikut tok wis. Ikut tok. Ya Allah biha, ya Rasulullah. Sekarang kita bawa qasidah, mengikuti zaman qasidah yang banyak macamnya seperti Habib Syekh kita pakai, diprotes, enggak zaman iku wis. Saiki gua harus pakai qasidah bahasa Indonesia. Loh. Isine apa? Jadi banding ke dia viral ro tau. Saya biasa munyer radio sampean ro. Aduh, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadabburil ayat wal akhbar, cerita-cerita yang membawa kita dekat. Wan nazar fi malakutis samawat wal i'tibar, nazar ya apa, penciptaan. Pokoknya kekuasaannya Allah itu dibayangkan. Ayat Al-Qur'an dirungokno, hadis dirungokno, sing bawa sampean tambah cedek. Wa tahdzib ahlagin nafas wa taltif li kathafatiha bi husnir riyadah. Dan juga apa lagi? Tahdzib ahlagin nafas. Ati iki ditoto ahlake apa? Cedeknya wong soleh. Ceritane nabi, ceritane wali. Ojo cerita macam-macam saiki insyaallah mandar selamat. Wa tasghil mir'atil qalb bimulazamati dzikir wal fikir. Memperjernih hati, cermin hati dengan apa? Dengan banyak zikir. Pertama apa? Suruh takwa, suruh iman. Pune pas zikir kanduk. Takwa dari rumah, nyari contoh dari rumah bojeng saya tepak, dari rumah cara takwa saya tepak, baru zikir. Aja sampai terus jadi orang tauhid, terus jadi orang tasawuf, biritan kadok, bojeng tak kena, percuma. Takwa itu apa? Imtithalul awamir, makanya disebutkan Habib ada cerdas Pak, sudah jelas dari awal, dikasih kunci-kunci dulu. Takwa itu apa? Imtithalul awamir. Nurut perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah. Apa ya perintahnya Allah? Faraid, fardu, sholat ya apa? Joko, poso ya apa? Haji ya apa? Zakat ya apa? Pengen jadi sufi, pengen jadi makrifat, engkau terus makrifat, ngerok torekot, biri tentok, bojengnya tak begena, percuma sampai. Syaratnya orang tuh mau masuk torego, mau makrifat kepada Allah, begena ada ilmu agama mana? Syariat dah. Menunjuk ilang aja har melihara heng meleheng lo dari rumah norok torekot penjumat betul area apa istighosa kumpulannya tapi mon macol ke sabang nganggu celana pandek orang tuh ketela torekot apa aja mun tak torekot syaitonia aja dari rumah saya insyaallah barokah fulan syadili tabatijani insyaallah Imam Tijani itu kereng loh, Imam Syadili kereng, apa boleh masalah aurat. Norok torekot ya mau yo biru tuh nangis, mon bojo Allahu Akbar, enggak kepadi, enggak keria, mon macol ke sabe, celana apa ndak aurat tuh ketela, percuma. Mangkana tak pak depak, tak ngerasa akimane sebiritan sampean gara-gara jua. Padahal sampean ngakan nase, tanang sampean bodo celota, atau besendon bodo temancon. Kael nase bareng teman cok dari marasana yuk lemak kan Allah Masya Allah paham? Nah, dengan zikir membersihkannya dengan zikir. Terus apa? Wal i'rad amma yushghil anit tajarrud li hadzal amr, dan jauhilah perkara yang membawa sampean terlalu mendalaminya. Apa?
Ya apa yang membawa sampean nanti membuat sampean tenggelam memikirkan masalah tauhid, ojo dipeloki. Koyok mang masalah, ayo kok iso? Setan iku teko geni. Lek disiksa geni, lek disiksa neraka kan geni temu geni. Kan ndak oleh. Akhirnya mikir sampean ragu nyampean. Lha iku tinggalno wis jelas. Karena apa? Kalau kamu itu tahu apa maknanya asyhadu alla, saya yakin kepada Allah, mana orang yakin ria, tak oleh ragu, tidak menerima apapun protesan atau kata-kata dari luar. Sampean tahu seperti apa yakinnya sesungguhnya ini? Saiki aku tengok ngomongnya sampean. Saumpama botol ki isine gula. Gula. Sampean tahu rasanya gula apa? Apa rasanya gula? Manis. Gula apa saja rasanya manis. Terus saya ngomong, ini gula saya beli dari Australia. Kira-kira apa yang terbayang di pikirannya sampean? Ketika engkau ngocak ria gula dari Amerika, apa yang ada di pikirannya sampean? Pasti nyaman, pasti manis. Iya Banjir? Tak kira sampean mikir, nyaman gula paek ria. Tak kira kan? Kenapa? Coba dulu kamu jangan ngomong manis. Hati-hati ini dari Amerika, beda. Tak kira, pasti manis nyaman gula. Paling iki beda sedean seguni. Mon kok ngocak gula ria paek berarti gendeng. Nyaman gula manis kepi, Pak. Gula apa bae? Gula orang kolesterol, gula orang kencing manis ya manis gula. Gula yang terbuat dari apa? Jagung apa bae gula manis Pak Kun. Lu itu lo yakinnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, saya kau percaya atau kau dinyang pangeran? Kudu apa bukti ini misalnya? Wis ilang no ngono-ngono. Wah aku percaya, ndak ngurus aku ya apa. Sama aku salah gara-gara ngiyakini iki mlebu neraka ndak apa-apa. Daripada aku yakin tapi melok kon lu aku melok pangeran, lu aku melok Kanjeng Nabi walaupun salah. Lu aku muji Kanjeng Nabi walaupun dibenci daripada aku melok kon tapi tidak mujinya Kanjeng Nabi. Nah, ngono. Fahadha sabilu tahsil insalaktahu alal matlub. Ini caranya. Kalau kamu pengen nanti semakin dekat kepada Allah, seperti itu caranya. Dari takwa dijaga, banyak tafakkur ayatnya Allah, kekuasaannya Allah, terus banyak wirid, jauhi hal-hal yang membuat hati kita berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kamalil ma'rifah yatawaqqafu at-tahaqquq bi maqamil ubudiyah. Kamalul ma'rifah, wong iku dianggap sempurna cedeke yang pangeran, syaratnya satu apa? Sempurna ibadahnya sampean, seperti itu akan naik kesempurnaan dekatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamalul ma'rifah, wong iku dianggap sempurna ma'rifatnya pangeran, cedeke yang pangeran. Tergantung apa? Ya tawaqqaf ala tahaqquq fi maqamil ubudiyah. Butuh bukti seperti apa kesempurnaan ibadahmu? Semakin sempurna, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ibadahmu, semakin kamu banyak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, semakin gena sholatmu, semakin gena wudukmu, semakin dekat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi hiya huwa bughyatul arifin. Itulah yang jadi keinginan tertingginya orang-orang arifin billah, para aulia, para wali kutub, sultanul aulia apa? Mereka tuh bukan pengen tahu cedek yang pangeran, duduk iku sing dikarepi apa? Selalu mereka itu meminta supaya ibadahnya itu tambah sempurna. Karena otomatis ketika ibadahnya itu tambah sempurna, tambah dekat makomnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia aku ndak jaluk ya Allah, cedekno aku ya Allah. Berikan saya itu kenikmatan, mencintaimu, bukan ibadahnya yang diminta ya Allah. Hawilil halil ahsaniha ya Allah, bagus ya Allah. Abak saya tak khusyuk ya Allah. Maksiat saya tak bisa jauh-jauh ya Allah. Nah itu yang diminta mereka. Sehingga ketika kualitas ibadahnya orang yang tambah bagus, berarti kedekatannya kepada Allah tambah semak. Itu Pak. Sampean ria aja ngarbuana, jangan mengharap hasilnya kalau kamu itu tidak mengerjakan prosesnya. Mintalah kamu supaya bisa mengerjakan proses, maka otomatis bayaran hasil akan sampai dapatkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mantarmoga manfaat, mantarmoga sesekona ini semakin membawa kita dekat kepada Allah, semakin membawa kita meneladani para salafun salih, para aulia. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bi sirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اصرف بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكفي بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلي بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصرنا بها حجتنا وطاهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعل نورا بين أيدينا ومن خلفه وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا من تحته وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحسرنا ونسرب ذلا يوم القيامة على رؤوسنا وسكب بها موازين حسنات وأدم بركات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبصرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعويلنا إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتنا اللهم في دارين في رؤيتي ومتنا في قلوبنا على محبتي واستعملنا على سنتي وتوفنا على منتي وانصرنا في زمرة النجية وحزبه المخلصين ونفعنا بها تون علينا قلوبنا محبتي صلى الله عليه وسلم يوم لا جادا ولا مالا ولا بنين وأورثنا حوضها العطفى واسقنا الكأس الأوفى ويسر علينا زيارة الحراميك وأهرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا انتقامة بكرمك وكرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه. اللهم إنا نستفع به إليك إذ هو أوجاه شفهائك إليك نقيم به إليك إذ هو عظام ما قسموا بحقه علينا ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكر إليك يا رب قسوة قلوبنا وأقسنا ذنوبنا وطول آمالنا وفسدت أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة وخجتنا على مخلفته فنعم المستقي إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائك أن تسينا وانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاتنا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جنب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبيتنا وببابك نكيف فلا تدرتنا وإياك نسألك فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفتنا وتكبر عملنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استغالنا إلى غيرك معنا بحق زيادتك آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك ولا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونخينا فارتكبنا ولا يسألنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمولين وأكرم مسؤولين إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد.